ام الحين كيفك؟ الحمد لله تمام. شو عملتي لنا غدا اليوم؟ أبلة بلبن. ما شاء الله الكوسيات، فرجينا قد ايه صغيره. صغار بدهم يكونوا الكوسيات صغار للقبلة بلبن، أكيد. صح؟ ما مثل الكوسه المحشي. أكيد. الكوسه المحشي بتكون كبيره، للقبلة ما بتكون صغيره. وهلا بلشنا نقلي البصله، عم نحضر الحشوه. فرمنا بصله حجم كبير، هون عندنا 3 كيلو كوسه، فهون عندنا بصله وحده كبيره كتير يعني. عم نقليها بشويه زيت. هلا بس لما تدبل بنزيد فوقها اللحمه المفرومه. وهلا زدنا اللحمه المفرومه من بعد ما دبلت البصله. وهلا زدنا الملح، اكيد ملح حسب الرغبه، ورشه فلفل اسود كمان حسب الرغبه. بالاذن منك ماما، مين بيعمل فيكم هالحركه؟ أنت. اكيد انا، بس عم بحكي مع العالم كمان، مين بيعمل هالحركه؟ تاخذوا هيك لقمه من اللحمه وهي عم تتقلى. سخنه بس طيبه كتير. وهلا بلشنا حشي الكوسه. هلا هاي الكوسه اللي قبل ما بتنحشى كلها يعني لفوق. فرجيني بس تخلصيها كيف لفوق بتعبيها لحمه، ما مثل الكوسه محشي. الكوسه محشي بكون بقلبه رز، وحبه الرز بتنفش يعني بقلب الكوسه، فبنحشي نصها. هاي قبل ما بنحشي للاخر اللحمه. وبهاي الاثناء بين ما نخلص حشي الكوسه شو بنعمل؟ بنشرب فنجان قهوه على رواق. وهلا بلشنا بقلي الكوسه. فيكم تقلوا الكوسه بزيت النباتي وفيكم بالسمنه، هذا الشيء بيرجع للشخص. بنقليهم على نار هاديه لحتى يتحمروا من الجهتين. ننتبه كثير منيح ما نحرق الكوسه. هلا هون خطوه كثير مهمه ما تقفوها. بنغلي مي وبنسقط الكوسه اللي قليناها بالمي. بنخليها تغلي هيك شي 5 دقايق اكتر. اوكي، بنخليها تغلي الكوسه بهاي المي ربع ساعه. شو بنحط؟ ملح. ايوه هاي ملح. بهاي الطريقه بنكون خففنا من الزيت او من السمنه يلي تعلقوا بالكوسه، اللي يعني بس قلينا الكوسه شربت زيت او سمنه. بهاي الطريقه بنخفف من دسامه الكوسه، يعني الدسامه اللي بالكوسه من الزيت او من السمنه بتنزل بالمي. وبنفس الوقت كمان بتستوي الكوسه اكتر، يعني ضروري نغلي الكوسه شوي. هاي الخطوه ما تقفوها ابدا. حتى هاي المي نفسها بناخد منها شي كف كيرين، ما كتير يعني شوي، ومنزيدها مع اللبن. هلا بعد شوي بس نطبخ اللبن ونغلي اللبن، منشيل من هيدي المي ومنزيدها مع اللبن. كمان بتعطينا طعمة كوسة، لأنه هلا طعمة الكوسة كمان رح تنزل بهاي المي، فرح تعطينا هيك طعمة كوسة، الكوسة المقلية بقلب اللبن. فكمان بنحط من هاي المي. ما تقفوا الخطوة مثل ما عم بقلكن. هلا في ناس بتعمل هاي الخطوة وبس، يعني بتعملها هيك بالمي، ما بتعملها باللبن. بتغليها بالمي وبتعمل حدها رز، بس نحنا بنعملها قبل ما باللبن. وحدا اكيد الرز بالشعيريه. هون بلشنا بالرز بالشعيريه. ماما ملكة الرز، عن جد اطيب رز باكله هو من تحت ايديها، ما شاء الله. اكيد يعني يا جماعه بكون ملهيه مع الاولاد، بجوا بلاقيها مبلشه بلا ما تعيط لي لحتى صور. عرفتين ما عم نصور؟ عيطيلي. شو عملتي؟ قد ايه لبن حطيتي؟ كيلو ونص. كيلو ونص لبن، بيضه، ملعقة نشا صغيرة تقريبا. أنا ما بكتر، أنت بتكتري؟ لا ما كتبت. ملعقة نشا صغيرة. وقد شو حاطة؟ ملح؟ وملح. أوكي. وهلأ بدنا نخفقهم لحتى يصير اللبن كريمي. وهلأ بناخد اللبن على النار ومنضلنا نحرك، ما بنشيل ايدنا أبدا لحتى ما يفرط اللبن. وهيك بنحط اللبن على النار، بنضلنا بنحرك، ما بنشيل ايدنا عن التحريك أبدا لحتى يغلي اللبن. والنار على الوسط كمان، ما تعلوا النار.
وهون عنا الكوسة اللي بلشت تغلي. هلا بس لما يجمد اللبن بنشيل الكوسة بنحطها بقلب اللبن، وما ننسى انه نشيل شي كفكيرين 3 كمان من هاي المي فوق اللبن. يعني المية بتكون سخنة واللبن سخن، هاي مية الكوسة سخنة عم تغلي بنحطها فوق اللبن السخن. يعني ما بنحط مي باردة فوق اللبن بيفرط اللبن وبينتزع. بنشيل بس من هاي المي اللي عم نغلي فيها الكوسة كفكيرين 3 بنحطهم فوق اللبن. هلا نحن شلنا مي وحطينا، بس بدنا نحط بعد شوي مثل عم تشوفوا هيك شوي من مية الكوسة حسب الحاجة. انتو قد ايه بدكم اللبن يكون رخو. نسينا نقول لكم انه فيكم تحطوا صنوبر بالحشوة، بس نحن ما حطينا صنوبر لانه صار كتير غالي. مبدئيا نحن حذفنا الصنوبر من حياتنا خلص. هلا مثل ما عم تشوفوا بلشنا نشيل الكوسة من الطنجرة اللي فيها مي عم تغلي وبنسقطهم باللبن. اللبن بلش يغلي. ما شاء الله ما شاء الله على هاللبن. شوفوا يا جماعة، شوفوا مثل الكريمة اللبن، بسم الله وما شاء الله. يعني اللي ما عنده حنو شو بيعمل؟ كيف بياكل أكل طيب؟ يا بكرة بس روح على السويد شو بدي أعمل أنا؟ مين بده يطبخ لي؟ أبلة بلبن طبخ طيب مين؟ ما شاء الله. هلا هون عم تخلي شوي، شو بتعملي فيهم؟ هو بدي اعملهم بطحينه، في ناس ما بتاكلها بلبن. ايه في ناس ما بتاكلها بلبن بتاكلها بطحينه. رح تحطي طحينه فوق المي دغري ولا بتشيلي المي؟ لا. بتشيلي المي وبتحطي طحينه. ماشي. وهيك صارت اكلتنا جاهزه. ما بدي اخلطها كتير، شايفين؟ اذا بتخلطوها بتصير الكوسه بتقشر، شايفين؟ ما تخلطوها خلص هيك تمام. هلا هون ماما حضرت شويه قبل ما بطحينه، في ناس ما بتاكلها بلبن. اليوم وصفتنا قبل ما بلبن، فرح اقول لكم على السريع بس كيف عملتها بطحينه لانه كتير 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 طيبه بالطحينه. بتجيب الطحينه بتحط بقلبها مي من اللي غلت فيها الكوسه. مذكرين مي اللي فرجيتكم اياها اللي غلت فيها الكوسه، بتاخذ منها شوي بتحطهم بالطحينه على البارد، بتخلطهم مع بعض لحتى يصير قوام الطحينه هيك شوي مثل الطراطور. بتزيد لهم حبه ثوم وشويه حامض ورشة ملح، بتحطهم بهاي الطنجرة مثل ما هيك انتم شايفين على النار. لما يغلي تبلش الطحينة تغلي، أول غلوة بتسقط بقلبهم الكوسة، بتترك الطحينة تغلي غلوتين بس مو أكتر. إذا بنترك الطحينة تغلي كتير على النار بتفصل، فبنغليها غلوتين وبنطفي النار. وهيك وصفتنا بتكون صارت جاهزة، أطيب قبل ما بلبن على طريقة الماما. شوفوا ما شاء الله الكوسة قديش شكلها حلو، واللبن قوامه كريمي وبجنن، بسم الله وما شاء الله عن جد. أكلة طيبة كتير كتير كتير. جربوها بهاي الطريقة رح تنجح معكم أكيد من أول مرة. كتير طعمتها طيبة، الرز مفلفل بطريقة رائعة ما بيخبص أبدا، ما شاء الله عن جد ماما الملكة بعمل الرز. شوفوا اللبن حتى ما بيفرط، وأكلة رائعة. جربوا الأبنة بلبن بهاي الطريقة. وإذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. بشوفكم بفيديو جديد، وهلا بالكم باي.